احنا بنقوم بحملة في أمريكا، رحنا حوالي 6 مدن أمريكية مع وزارة السياحة ووزارة الخارجية لأول مرة في تيم وورك، مجموعة بنشتغل كلنا مع بعض. رحنا لوس أنجلوس ورحنا هيوستن ودالاس وشيكاغو ونيويورك وواشنطن في الآخر. الحاجة الجميلة إن احنا أنا بعمل محاضرة للعامة، بتكلم مع الناس وبقابل الصحفيين، بتكلم مع الصحفيين، وبنعمل غدا مع الترافل ايجنت اللي هم بيبيعوا مصر. فقدرنا ان احنا نصل للناس كلها ونقول لهم جملة مهمة جدا، ان مصر امان، تعالوا زوروا مصر، لان من خلال مصر ومن خلالكم هنقدر نحسن الاقتصاد المصري وهنقدر نرمم اثارنا، لان بدونكم كسواح ما نقدرش نرمم الاثار. والحاجه المهمه النهارده كنت بتكلم في الفوكس نيوز وقلت لهم، اتكلمت عن داعش واللي بيعملوه في تدمير الاثار في العراق وفي سوريا وفي ليبيا، واتكلمنا عن امان مصر وازاي مصر دلوقتي في حكومه مستقره ورئيس منتخب، وان مصر دلوقتي بتخطب للقرن ال21. عشان كده عايزين السياحه تعود لمصر باذن الله. ان شاء الله. شكرا.